السلام عليكم العشاق الكيش. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا كيش بالصبانيخ والكفته كيجيو ولا اروع بنانين هشاش شهوه منهم. عندنا على بركه الله في مقلاة فوق النار غنضيفوا الزبده اللي كتكون نوعيه حيوانيه جيده مع الزبيسه وجوج الحبات من البصل مفرومين، جوج فصوص من الثومه، وغادي نحركوهم مزيان، وغادي نضيفوا شويه الملح وشويه الابزار، وغادي نخليو البصيله ديالنا حتى تنزل وتذهب. بعد ما ذهبت لينا البصيله غادي نضيف هنايا 250 غرام ديال كفته بقريه. كيف ما تيمكن لنا نستعملوا كفته ديال الدجاج او الهدلان اللي توفر عندنا في البيت فحنا كنخدموا به. عندنا هنا الملحه، الابزار، شويه السكينجبير والقزبور يابس، وعندنا الخرقوم البلدي، شويه ديال السودانيه ماشي بزاف غير شويه النسمه وصافي. وغادي نخلي الكفته حتى تاخذ ليا التوابل. غادي نضيف هنا شويه ديال التحميره كنت نسيتها، وغادي نضيف كذلك لي زيبيناغ اللي طيبتهم من قبل وجدتهم بلا ملحه بلا زبده بلا زيت. غادي نضيفهم العناصر الاولى وغادي نخليهم حتى يتنسجموا ليا وياخذوا ليا التتبيله وكذلك ديك الكفيسه، وغادي نرفعوا المقلاة نتاعنا من فوق النار. غندوزو نوجدوا لابارايا كيش. عندنا هنا واحد الاناء غنوضعوا فيه 3 البيضات وجوج جبن مربعات كيري. غادي نضيف واحد الياغورت طبيعي وواحد ربع كاس نتاع الحليب، ريس معلقه ديال الملحه وشويه ديال رس معلقه كذلك ديال الخميره الكيماويه ومعلقه ديال نشا الذره المايزينا. غادي نمزجوا العناصر مع بعضهم وغنحتفظوا بلاباريكيش جانبا. هنا غادي ناخذ واحد الطاوه ديال الفران ولا صفيحه الفران غنوضع فيها القوالب هاد ديال الكيش. انا هنا مشات ليا الفيديو اللي وجدت فيه لاباري هاد عفوا قوالب الكيش، الا بغيتو غنصوروا معكم كيجيو غزالين الحمد لله. غادي نصطفوهم في صفيحه الفرن وغنضيفوا ليهم كميه من الحشو، وغادي نصبوا لاباغايا كيش من الفوق، وغادي نضيف الجبن. في هذه الاثناء اللي غادي نبداو نملؤوا القوالب ديالنا فاحنا الفران ديالنا خصو يكون سخون، يكون سخون مزيان. غادي ندخلوا الصفيحه ديالنا الفران لمده نتاع 15 دقيقه، النار من الاعلى ومن الاسفل، ونديروا معاهم البال لان القوالب الكيش عندنا طيبين من قبل، غير طيبنا لاباغايا كيش وكيجيو هكذا محمرين، كيجيو مذهبين وكيجيو كذلك غزالين شهوه منهم.